أحبب لفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير ترض عاد عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخذ أبدا فيما جرى من مساو واقتد بهم. ثم اعلموا أيها الإخوة الأفاضل أنه لما كان ألد أعداء الصحابة رضي الله عنهم هم الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون، كان لزاما على كل مسلم أن يحتاط منهم وأن ينتبه لما يخططه هؤلاء الأعداء لضرب الإسلام والمسلمين بما يبثونه من شرور، من سموم، من شبهات عبر القنوات والمواقع. لذا يجب على كل داعية إلى الله عز وجل أن ينبه ويحذر من خطرهم. ولا نقول عباد الله، ولا نقول إننا في بعد ومنأى عن الروافض، بل إن القلب ليمتلئ كمدا وحزنا وأسى أن نقرأ ونسمع بل ونشاهد عددا من شباب هذه الأمة قد اعتنقوا عقيدة الرافضة، وأن عددا منهم هم اليوم طلاب في جامعة قم الرافضية ليعودوا إلى الجزائر بلد السنة والحمد لله، فيبثوا سمومهم وضلالهم في أوساط شبابنا. فلنكن جميعا حكاما ومحكومين يدا واحدة، متكاتفين متعاونين لمواجهة وصد هذه الحملة الشرسة وهذا الخطر الداهم من قبل أن يتمكنوا. ووالله ثم والله إن هذا لمن الغيرة الواجبة المطلوبة منا على الإسلام والتوحيد وعلى القرآن والسنة وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السكوت عن هذا الخطر سيؤدي لا محالة إلى انتشار هذا المذهب الفاسد الباطل في ربوع جزائرنا السنية، وستكون له عواقب وخيمة على ديننا وعلى دنيانا وفي آخرتنا حين نلقى ربنا فيسألنا لماذا سكتنا عن هذا المنكر. فنسأل الله تعالى أن يوقظ مشاعرنا وعقولنا لصد هذا العدوان الخطير كما انتشر في كثير من بلاد المسلمين. ومما أقترحه في هذا المقام على من آتاه الله القدرة على التغيير أن يحجبوا عنا مواقع الرافضة التي فيها السموم والشرور. أعان الله العاملين ووفق الله الغيورين لما يحبه ويرضاه. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم من أراد بلادنا بسوء ومن أراد أن يشق عصا جماعة أهل السنة فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة رضي الله عنهم. اللهم احشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.